شعبيات مورقة منزلية بمكونات بسيطة وطريقة سهلة والعيار بالكوب مع طريقة تحضير القطر. خليكن معي تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. نحتاج ل6 أكواب من الطحين. هون طحين عنا متعدد الاستخدامات. كوبي اللي عم نستخدم بهاي الوصفة سعته 250 مللتر. نص ملعقة صغيرة كربونات الصودا، ملعقة صغيرة ملح. نخلط هدول المكونات مع بعضها، وبنحتاج لربع كوب من القطر يعني الشيرة، بيضة واحدة ممكن نستبدلها بمي لو منحب، ملعقة صغيرة خل أبيض. وبنحتاج لكوبين من المي. بنحط أول كوب، بسعدني وبشرفني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. وبنضيف كوب التاني بالتدريج. وطبعا ممكن نحضر العجينة على إيدنا، مو شرط بالعجان. حطينا كوب التاني كله. وبنحتاج لملعقة كبيرة مليانة زبدة حيوانية، وبنعجنها لمدة 10 دقائق لحتى نحصل على عجينة ناعمة بهذا الشكل. ندهن الوعاء والعجينة بشوية زيت، بنغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة. وهلا بدنا نحضر القطر. بنحتاج ل6 أكواب من السكر. طبعا الكمية كبيرة، ممكن نحضر نص الكمية أو ربعها. 4 أكواب من المي من الحنفية. كوب الرابع. ملعقة كبيرة عصير الليمون الحامض. وبنحطها على النار من دون ما نحركها أبدا، النار متوسطة. ومن بعد مرور 14 دقيقة بنحط مية الزهر. بنحتاج لملعقتين كبار، وهالشي اختياري، ممكن نستبدلها بالفانيلا لو بنحب. نتركها لمدة دقيقتين ومن بعدها بنطفي النار وبنتركها تبرد تماما. فضلا ندعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. والقطر صار معنا جاهز. نرجع على العجينة. بنقطع العجينة ل16 قطعة أو ممكن أكتر على حسب حجم الشعبية يلي بدنا إياها. بنكورها وندهنها بالسمنة. بنغلفها بالكامل بالسمنة مثل ما واضح عليكم. بنغطيها وبنتركها لمدة نصف ساعة لحتى يسهل علينا الشغل فيه. شايفين من هذا هو شكل العجين من بعد ما ارتاح. بنمدها بشكل طولي، بندهنها بالسمنة وبنطويها، بنحط طرف على طرف يعني. وبنكمل كل القطع بنفس الطريقة. بنغطيها وبنتركها ترتاح كمان لمدة نصف ساعة. عجينة الشعيبية لازم ترتاح بكل مرحلة. هلا بدنا نحضر الحشوة. بنحتاج حوالي كوبين من الجوز. نفرمها خشن بهذا الشكل. بنحط لها ملعقة كبيرة من السمنة، يفضل تكون الحيوانية بتعطينا طعم أطيب. ملعقة صغيرة قرفة. نخلط السمنة والقرفة مع الجوز، وبهذا الشكل الحشوة صارت معنا جاهزة. وفي عندي كمية من القشطة والحشوتين صاروا جاهزات. ناخد قطعة من العجينة ومنمدها بهذا الشكل بالشكل الطولي ومنلفها رول. العجينة بتمط أكتر من متر إذا كانت مرتاحة. بنكمل لف كل الكمية بنفس الطريقة. وخلصنا لف كل الكمية وبنتركها ترتاح كمان لمدة نصف ساعة. ناخد قطعة من العجينة وبنفتحها دائرة مثل ما واضح عليكم. وبنحط الحشوة أكيد اختياري مثل ما قلنا. وبنسكر الأطراف كتير منيح لحتى ما تطلع الحشوة وتنحرق. وأول شعيبية صارت معنا جاهزة بنحطها صينية مدهونة بالسمنة. العجينة كل ما كانت مرتاحة بيسهل علينا الشغل. الحشوة التانية الجوز. وبنسكر الأطراف كتير منيحة على بعضها. القطعة التانية صارت معنا جاهزة. ومن بعد ما خلصنا كل الكمية بندهنها بالسمنة، يفضل نحط كمية وفيرة. ومن داخلها فرن الحامي مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية. النار شغال من فوق ومن تحت سوا، طبعا مع المراقبة لحتى ياخدوا اللون الذهبي. نسقيها بالقطر. شايفين اللون ما شاء الله ذهبية ومقرمشة ومورقة. وأنا زينتها بشوية فستق الحلبي، وهالشي أكيد اختياري. ذهبية ومقرمشة والحشوة كتير لذيذة. بتمنى تجربوا هاي الوصفة في البيت وتنال إعجابكم يا رب. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. وبهذا الشكل خلصت وصفتنا. بتمنى نالت إعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.